نتكلم عن أخطر متسولة في مقبرة النجف. الناس بالبداية حسبوا لهم متسولة عادية، لكن أحد الأشخاص كشف الخطر المرعب وراء هاي المتسولة وعرض حياته للخطر، وراح يتكلم لكم عن قصته المرعبة والمخيفة. قسم بالله العظيم وأنا أقرأ القصة انصدمت وانرعبت، ونهاية القصة راح تكون الكارثة العظمى. اليوم نتكلم عن شاب اسمه علاء يشتغل بمقبرة النجف في أحد الفتحات اللي ما راد يذكر اسمه، وشغله عبارة عن بسطية أو كشك بسيط يبيع به ما يورد وأبخرة على اللي يزورون قبور موتاهم. فيتكلم علاء ويقول مكان بسطيته او الكشك صاير في بداية الفتحة او المقبرة على الطريق، والناس من تجي قبل لا يدخلون المقبرة يشترون مني ما يورد وبخور ويدخلون يزورون قبور موتاهم. فبيوم من الايام لاحظت امرأة ظلت تتردد بكثرة على الشارع اللي قدامي من دون هدف، تروح وترجع، ومواصفات هاي المرأة مبوشاية او لابسة نقاب وكل شيء ما مبين من وجهها، ولابسة عباءة لونها اسود تغطيها بالكامل، وايضا جواريب وكفوف لونهن اسود، يعني حرفيا ما تشوف من عندها اي شيء، وجسدها ضخم شوي غير عن المعتاد. المهم ثاني يوم اجت هاي المرأة وقعدت امام المقبرة او الفتحة ومدت ايديها للناس وتتسول الاموال، يعني بالعامية جدي. وهنا عرفت هاي الامرأة متسولة، وهالشي يعني طبيعي، اكو العديد من المتسولين بالمقبرة. المهم ضليت مركز على المتسولة وما كانت تتكلم ابدا، وطول الوقت صامتة ومادة ايديها. انا طبعا شخص اجتماعي فردت اعرفها، تقربت من عندها وسلمت عليها، لكن الغريب ما ردت السلام ولا نظرت لي اصلا. فقلت يجوز ما سمعتني، فعدت سلامي بصوت اعلى، هم ما ردت علي. فرجعت لمكاني وانا مستغرب، صار عندي فضول اتجاه هاي المتسولة، وظلت عيوني عليه وراقبها. منا لمن صار الليل اللي هو وقت تعزيلتي، اعزل واروح للبيت. اثناء ما جاي اعزل والوقت ليل، لاحظت المتسولة نهضت من مكانها وعبرت الشارع ببطء ودخلت لداخل المقبرة. فنظرت لها وتعجبت وقلت متسولة ايش عندها داخله بالليل المقابر؟ شيء جدا غريب، يعني المفروض بهيج وقت ترجع لبيتها اذا عندها بيت طبعا، واذا ما عدها ما معقولة تسكن بالمقابر، حتى المجنون ما يسويها، واصلا اني ما ملاحظها قبل هنا، هاي اول مرة اشوفها. فعزلت البسطية ونسيت امر هاي المتسولة ورجعت للبيت. ثاني يوم الفجر اجيت وبسطت الكشك وخليت غراضي، ولاحظت المتسولة ما موجودة. ما اعرف ليش ظل بالي يمها من دون سبب. فورا تقريبا 4 ساعات والوقت صار صباح، واني قاعد طبيعي وانظر للقبور، فلاحظت شيء اسود من بعيد جاي يتحرك بين القبور وجاي يقترب اكثر واكثر. من لمن وصل قريب وتفاجأت بانه هاي المتسولة نفسها طلعت من المقبرة واجت وقعدت مسافة عني من دون ما تتكلم، ومدت ايديها وظلت تتسول. شي غريب، هل المتسولة قضت ليلة كاملة بداخل المقبرة؟ شنو تسوي يا ترى؟ معقولة نامت بين القبور؟ لو اكو شي ثاني جاي يصير؟ بس الصراحة كسرت خاطرها المرأة، لان ظنيت ما عندها مكان تسكن بيه وتنام بين القبور، لان شفت عباتها اللي لابستها كلها اوساخ وتراب. فردت استفسر من عندها حتى بلكت اقدر اساعدها بشي. فرحت الها وقلت لها يا مرة انت عندش مكان تسكنين بيه او لا؟ لان جاي اشوف حالتش تعبانة. لكن ايضا صمت، ماكو اي رد منها. عجيب، معقولة هاي الامرأة خرسة او صماء ما تسمع؟ فتقربت من عندها كلش حتى اتكلم وياها بلغة الاشارة او اي شيء، بس يا ريتني ما تقربت، لان شميت من عندها رائحة جدا قوية ومقززة. فلعبت نفسي وردت اتقيأ من الرائحة وابتعدت من يمها مباشرة ورجعت لمكاني. شنو هاي الرائحة؟ وليش من تقربت من يمها ما نظرت لي اصلا؟ اكو شي غريب بهاي المتسولة. وسمعوا هذا الموقف المرعب اللي راح يصير. ورا تقريبا ساعتين اجت سيارة وبيها جنازة او ميت يردون يدفنونه. فدخلت السيارة من يم للمقبرة، واول ما دخلت نظرت للمتسولة شفتها نهضت من مكانها وظلت تمشي بسرعة باتجاه الجنازة. فزادت سرعة السيارة لداخل المقبرة، والغريب شفت المتسولة تلحق السيارة بسرعة وظلت تركض بصورة غريبة ومخيفة وراء السيارة. وبعدين دخلت بين القبور وظلت تلحق الجنازة. منا لمن صاروا بعيدين وما اقدر اشوفهم. الصراحة تصرف هاي المتسولة اكثر من غريب. ليش هيك سوت وظلت تركض بهالصورة المخيفة ولا كأنه امرأة؟ بعدين ليش راحت ورا الجنازة؟ شي غريب. ورا ساعتين طلعت من المقبرة ورجعت لمكانها وقعدت. منا لمن صار الليل فعزلت البسطية، وقبل لا انتهي من التعزيل نهضت المتسولة من مكانها ورجعت دخلت المقبرة. وهنا قررت ادخل وراها للمقبرة، فعزلت بكل سرعتي حتى الحق عليها لان توها دخلت المقبرة وبسرعة خلصت، وبعدني جاي اشوفها تمشي بين القبور. فدخلت وراها للمقبرة بسرعة وظليت الحقها واراقبها واشوفها وين تروح. مشيت وراها ومشيت وبين القبور وابوعلها، والوقت ليل وظلام وبالقوة جاي اشوفها وهدوء جدا ما اسمع اي شي بس خطواتها. فمشيت بحذر والقبور صارت عالية، وفجأة تيهتها واختفت عن نظري.
معي وظليت ما اشوفها، فمشيت وظليت ابحث عنها وانظر يمين ويسار بين القبور، شفت قبر جدا عالي وتقربت له بحذر ووخرت عنه، واذا بي القاها واقفة قدامي مباشرة بالظلام وجاي تنظر لي بمنظرها الاسود والمخيف. فمن شفتها تفاجأت وصرخت وظليت انظر لها بخوف، وهي واقفة مثل الصنم تنظر لي بالظلام وما تتحرك، فما نبست باي كلمة. وهنا صرت بموقف جدا محرج ومخيف، وفهمت من خلال وقفتها ونظراتها الي انه هذا تحذير الك وبعد لا تلاحقني. فرجعت بخطوات بهدوء لي ورا ودرت وجهي وظليت امشي حتى ارجع لمكاني. فمشيت ونظرت لي ورا، شفتها بعدها واقفة وتنظر لي، شعرت بقشعريرة بجسدي من هذا المنظر المخيف، وطلعت من المقبرة ورجعت البيت. وبليلتها صار عندي أرق، ما قدرت أنام من التفكير بهاي الامرأة المتسولة. فثاني يوم رحت وبسطت الكشف، وكالعادة طلعت المتسولة من المقبرة الصبح، فقلت خلاص خلي أنسى أمرها أحسن وأتركها وما أراقبها، الله أعلم شنو ظروفها وشنو اللي جاي تمر بي. المهم مرت الأيام، هي طبعا نفس حالتها، كل ما تدخل جنازة للمقبرة تلاحقها. فقلت احتمال هاي الامرأة مجنونة أو شيء من هالقبيل، فتركتها بحال سبيلها. وورا تقريبا 3 أيام كنت قاعد يم بسطيته طبيعي، وكان الجو غائم بوقتها، وشفت مجموعة من الدفانين اللي مسؤولين عن هاي المقبرة اجوا يمشون بسرعة ويتكلمون بأمر مهم مثل ما مبين، ويتهامسون بيناتهم، ودخلوا للمقبرة وكأنما اكو شيء صاير بداخل المقبرة. فلفتوا انتباهي ولحقتهم وسألت أحد الأشخاص اللي من ضمنهم وقلت له شكو صاير، ليش هيك مستعجلين ومرتبكين؟ اكو شيء؟ قال لي اجانا تبليغ قبل شويه وقالوا لنا اكو كلاب نابشه وحافره قبور جديده ورايحين نتاكد من الامر. فاني رحت وياهم لداخل المقبره حتى اشوف شنو الموضوع، ووصلنا يم القبور المنبوشه اللي بلغوهم عليهن، واللي شفناه كان صدمه بكل المقاييس. شفنا قبرين جدد منبوشات او محفورات، وطالعه جثث الموتى لي برا، يا ريت لو لهنا كافي. الجثث منزوع منهن الكفن ومتشوهات ورؤوس مفتوحه بطريقه بشعه ووحشيه، ورائحه تفسخ الجثث جدا قويه. فكنا متفاجئين من وحشية الكلاب ونبشهن للموتى، وهالشي طبعا يعني نادرا ما يصير. فسارعوا الدفانين بتكفين الجثث ودفنهن من جديد بالقبور، ورجعوا الى اماكنهم. وانا رجعت للبسطية ولازلت مصدوم من المنظر اللي شفته. لكن هل الكلاب اللي نبشت القبور او شخص بشر اللي سوى هذا الفعل؟